السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة موضوع مهم جدا وسؤال دايما بيتسأل لي: يا أبو هاجر، هو أنا ليه بربي حمام بقالي كتير وعمال أخسر ومش بكسب منه؟ أنا نفسي أربي حمام وأكسب يا أبو هاجر. أنا زهقت، أنا بحب الحمام قوي، بس خلاص بقى صرفت فلوس كتير. نفسي يخش جيب فلوس وأحس كده إن أنا بربي وأتمتع وبكسب كمان. هو ينفع؟ اه طبعا يا فندم ينفع. طيب، هنقول لك ايه مشكلتك. عارف تعرف هي ايه مشكلتك بالظبط؟ مشكلتك ان انت عاوز كل حاجه. كل حاجه ازاي؟ نفسك تربي جميع انواع الحمام. مش كفايه بقى كده؟ عندك شغف انك يكون عندك كل الانواع، وعندك شغف ان انت تربي كل الانواع وتفرخها وتنجح فيها؟ لا، مش صح. عشان تنجح يا فندم لازم تركز في نوع او اتنين او تلاته. دي وجهة نظري، والافضل يكون حضانهم واحد. يعني ايه؟ يعني لو انا هربي قواطع او حاجات بعظم صغير قصف، تمام، اجيب 3 انواع من نفس الشكل بحيث ان الحضان كله يكون واحد. الحضان كله يكون متدرب يزق نفس العظمه. يعني زي ما انت شايف مثلا، ده كشك قشر بندق، تمام. ده ولا حمام سعره رخيص ولا هو حمام سعره غالي، يعني هو حمام في الوسط، حمامه مطلوبه، تمام كده. دول نفترض مثلا انت جبت لك جوزين 3 من دول او 4 تجواز، وجبت لك 10 تجواز حضان، تمام. طب حضانهم ايه يا ابو هاجر؟ اي حضان هيجيبهم، زاجل هيجيبهم، ماشي، يمني هيجيبهم، باكستاني هيجيبهم، اي حاجه بعظم شامي هتجيبهم، زي الشقلباظ والكراكندي والعبسي والحلبي والكلام من ده كله يجيبهم، تمام. طيب هنركز مثلا في النوع ده، تركز قوي وتفرخ، تمام يا فندم، وحضن البيض وشوف الانتاجيه عامله ازاي. ونصيحتي ليك لما تيجي تصور مكان نظيف، تروح مصور فيه مثلا 4 5 6 زغاليل، ويكون في اضاءه عاليه، وتبتدي تعرضهم. قلنا قبل كده عندنا قاعده ماشيين بيها: ايه؟ العين بتاكل قبل البطن. يعني لو انت عرضت الحمام بصوره حلوه او بفيديو حلو، تمام، هتلاقي طوب الارض بيكلمك عليه: انا عايز زغلولين، انا عاوز زغلولين، انا عاوز زغلولين. فهمت ازاي؟ عاوز حتتين شباب، عاوز قص شغال. ومشي اعرض على جروبات الحمام كتير على الفيسبوك على فكره، وخلي عندك مصداقيه مع الناس. اهم شيء التركيز في نوع او نوعين. ممكن ادخل معاه بقى جوز كشك بنيدي، ممكن ادخل معاه جوز كشك عنبري، ممكن ادخل معاه حاجه زينه زي الاوزبك، ادخل معاه حاجه زي الجعفره لو انا بقى بعلى بمستويات حمام عاليه، تمام كده. كل الحاجات اللي انا ذكرتها لك دي حضانها هيبقى واحد. بس الاول ابتدي في نوع واحد وانجح فيه، واول ما احس ان انا نجحت فيه وبقيت فريخ اتوكل على الله وادخل النوع التاني. لكن خطأك الوحيد ان انت مش عايز تبطله، ان انت عمال كل يومين 3 يجي على دماغك جوز حمام، او تشوف جوز حمام واحد بيربيه، او جوز حمام واحد عرضه ب5 6 آلاف جنيه تقول عايز اشتري زيه. مالكش علاقه لحد، مالكش علاقه بحد خالص، ودع الملك للمالك، تمام. وما تبصش لحد. التمني مش وحش، لكن القناعه افضل. لو اقتنعت باللي ربنا مديهولك ان شاء الله ربنا هيرزقك الخير والبركه، تمام كده. فدي نصيحتي ليك. واهم شيء يكون عندك حضان راجل وجدع، تجيب حضان قوي، تمام، يكون صغير في السن، ويستحسن يكون اول شغله عند حضرتك عشان ما يحصلش اخطاء. وممكن الحضان يغلط مره واتنين، التالتة هيجيب معاك، وهتلاقي ان شاء الله ربنا رزقك ويحصل عندك انتاجيه عاليه. اهم شيء حسن الظن بالله، اهم شيء تتمنى الخير لغيرك. اديني بكرر لك اهو، تمام كده يا جماعه. وربنا يرزق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.